القادم، رئيس الجمهورية القادم لازم يكون حصان طروادة، شوفال دو تخوا، يدخل للدولة تحله تلقى فيه 4 ملايين شاب. هذه واحد يطلع يسكر الباب وراه ويحط كان الناس اللي هي تخدم بالولاءات، لا، لازم يكون عنده القدرة للتعيين ولتشريك جميع فئات المجتمع وجميع الكفاءات على أساس الثقة وعلى أساس الكفاءة وعلى أساس القدرة، مش على أساس الولاءات. لا ولاء إلا لله ولا الوطن. الرئيس القادم تحاسبه هو مسؤول أمام حزبه قبل ما يكون مسؤول أمام الشعب. خاطر المشكلة راهو كي يقود البلاد يولي مسؤول أمام الشعب ديريكت، مشكلة. لا، هو مسؤول أمام حزبه، وحزبه هو اللي يعاونه وحزبه هو اللي يحاسبه. الرئيس القادم يحترم الأحزاب ويحترم المعارضة، يحترم الجمعيات، يحترم الدستور، ويحلف على دستور فيه الدولة مدنية ودينها الإسلام. هذا الدستور بلاش دين ودولة بلاش دين وبلاش منظومة أخلاقية مش تاع الشعب التونسي. الرئيس القادم عنده حكومة سياسية. هذي يجيبوا لنا ناس ما نعرفوهمش نتعرفوا عليهم من نهار اللي شدوا. لا يا خويا، نحب تكلم كي أراك. الملفات الكبرى لازم يشدوها السياسيين، عارفينهم مجربينهم، تفرجنا فيهم في الإعلام، معروفين، والكفاءات موجودة تو تعاونهم. ويا حبذا يكون سياسي كفء وفي نفس الوقت سياسي، هذيك يا حبذا، علاش لا؟ أما اللي يشد حقائب بالشعب التونسي وفلوس الشعب التونسي لازم يكون إنسان معروف عند الشعب التونسي. الرئيس القادم لازم يخاطب البرلمان كل 3 أشهر، ولازم يضمن الإمكانيات المادية للقوات العسكرية والأمنية مهما كان الثمن الإيديولوجي، لأنه مع الأمن لا يوجد إيديولوجيا. الرئيس القادم يحدد الخطوط الحمراء للمصلحة التونسية، هو عند قيادة تونس إلى بر الأمان. الرئيس هذايا باش نحلفوه في حزب الجمهورية الثالثة على أن عمره ما يصوت على ميزانية فيها الترفيع في الضرائب، وإلا سيتم والرئيس نطلعون طيحوه راه، وهذيك هي علاش المنظومة الحزبية مهمة. لا للترفيع في الضرائب. الرئيس القادم كيف باش يحلف انه يطيح في المديونية وما يصححش في قرارات ترفع من مديونية الشعب التونسي بطريقة اللي تصادر السيادة الوطنية للشعب التونسي.